الفيلم بيبدأ وأم كريستوفر بتصحى مخضوضة من النوم وبتقول لأبوه إنها شافته وحست بيه في الحلم وإن هو مش كويس. مين بقى كريستوفر وحلمت بيه وهي بتعيط ليه؟ ده اللي بيحكيه فيلم انتو ذا وايلد، وبطله كريستوفر اللي هنشوفه نازل من عربية والسواق بيقوله خد الجزمة دي وفيها رقمي ابقى كلمني، ولو فضلت عايش ابقى قابلني، قصدي ابقى كلمني. بنروح مع كريستوفر اللي واضح ان هو لوحده في مكان فاضي كله جليد زي ما يكون تايه او ضايع، وبيبدأ يدور على اي حد موجود في المكان لحد ما فجأة بتظهر قدامه عربية قديمة ومهجورة، فبيفرح قوي ويجري عليها زي ما يكون لقى حاجة كان بيدور عليها من زمان. وبيبدأ يدور جوه العربية دي اللي بيكتشف انه كان في حد موجود فيها، بس الواضح انه كان من زمان قوي. بينظف المكان وبيقعد فيه لأن لو فضل بره في الجو ده المصير الحتمي له هيكون أكيد الموت. بعد كده بنلاقي إنه بيكتب مذكراته أو الحاجات اللي بيعملها في ورقة. فبينام كريس وبيصحى تاني يوم عشان يكمل اللي بدأه، وخلال عمله بنكتشف إنه بينحت خشبة موجودة في المكان، واللي كتبه كان إنه ماشي في الأرض من غير وجهة بقاله سنتين. بعد كده بيدور على أي حاجة علشان ياكلها في المكان ده، بس مش بيلقى أي حاجة خالص، فبيقرر إنه يصطاد أي حيوان من الحيوانات اللي موجودة. بتطلع قدامه غزالة ملظلظة كده، بيقرر إنه هيصطادها أكيد. فجأة بيلاقي إن بنتها الصغيرة جاية من وراها، فبيكتشف إن الضنا غالي وبيرجع في كلامه. بنرجع معاه فلاش باك سنين لورا، بالتحديد لحفلة التخرج مع أبوه وأمه اللي كانوا لسه صغيرين وقتها، وبيتمنى لو الزمن يرجع بيه لورا شوية علشان يبوظ الجوازة دي. وبنكتشف سوا إن العلاقة بين أمه وأبوه ما كانتش أظبط حاجة، وإن الموضوع ده سبب له مشكلة كبيرة في حياته كمان. وبعد كده بيجي هو وكارين حبيبته اللي كانت سايقة العربية بتاعته للمكان اللي أبوه وأمه هيحتفلوا فيه بالتخرج بتاعه. وبعدين وهم بياكلوا أبوه الرزل برضه بيقوله لسه فاضل معاك فلوس علشان تكمل منحتك يا كريس ولا لا؟ فبيرد كريس وقتها عليه ويقوله أيوة معايا شوية دولارات. وبعدين أمه بتقوله أنا وأبوك الرزل قررنا نهديك هدية قيمة قوي بمناسبة تخرجك. فأبوه الرزل بيرد ويقول أنا وأمك قررنا نجيب لك عربية جديدة بدل ما انت فضحنا وسط الجيران بعزة اللي انت سايقها دي. فبيرد عليهم كريستوفر وهو متعصب وبيقول لهم انتوا جايين تحتفلوا معايا ولا جايين تذلوني؟ على العموم انا تمام قوي ومش عاوز منكم حاجة. بعد كده كريس بيرجع البيت وهو محبط من تصرفات ابوه وامه اللي محسساه دايما ان هو محبوس في السجن، وبعدين بيقرر انه هيتبرع بكل ما يملك لمؤسسة خيرية. وبعدين بياخد بعضه وبيقرر انه يبدأ رحلة جديدة في البرية، فبيسافر بحثا عن حريته اللي بيدور عليها وبيسيب كل حاجة وراه. في نفس الوقت الجامعة بتبعت درجاته لأبوه وأمه، وكانت علاماته كلها نهائية وناجح في كل المواد وكمان بامتياز. وبعد شهور الأخبار بتنقطع عن كريس، ومش بيعرف أبوه وأمه إنهم يوصلوا له، ولا حتى بتوصل عنه أي أخبار لحبيبته كارين، وده لأن كريس أصلا ما عندوش تليفون، وكمان ما كانش بيحب يشيل أي تليفونات. وبعد شهور بيوصل من مكتب البريد كل الجوابات اللي كريس كان كتبها وسابها لأهله، وطلب من مكتب البريد إن كل الحاجات دي توصل لأهله بعد فترة علشان يكون قدر يبعد مسافة كافية عنهم. طبعا حبيبته بتتصدم بالكلام ده كله، خصوصا ان هو ما كانش معرفها اي حاجة او بيخطط لإيه. في الوقت ده هي بتكتشف ان كريس اتحرر من كل اللي كان موجود فيه، وفي نفس الوقت اللي اهله واهل حبيبته قلبين الدنيا عليه بيكون كريس في غابة من غابات الشمال بيتشعلق على الشجر زي القرود، وفي قمة انبساطه وفرحان بالحرية اللي محروم منها طول حياته. وبيتنقل كريس من مكان للتاني لحد ما بيقابل اتنين، راجل اسمه رايني ومعاه مراته رحالة زيه، وبيطلبوا ان هو ينضم ليهم، وبيسهروا سوا في اليوم ده. وبعدين تاني يوم بيروح كريس يجمع شوية خشب، بيرجع يلاقي رايني أبو شعر زي الحرير قاعد لوحده، وواضح إن في مشكلة بينه وبين مراته، فبيقعد جنبه وبيسأله مالك يا صاحبي احكيلي، بس الحقيقة ما قالوش سيبني في حالي يا زميلي، وقام حكيله إن في خلاف بينه وبين المدام يعني، وكده هو. لكن كريس بينجح إنه يوفق بينه وبين مراته اللي ارتاحت لكريس وشافت إنه بيفكرها بنفسها لما كانت في سنه. بتاخدنا الأحداث من جديد لكريس وهو موجود في العربية اللي كان لقاها في البداية، وهو بيدور الحاجات اللي معاه والحاجات اللي ناقصاه، وبيكون من ضمن الملاحظات إن الأكل اللي معاه بدأ يخلص، وبيضطر بعد كده كريس إنه يصطاد أي حاجة بيلاقيها علشان ياكلها. طبعا وزنه بينزل بسبب قلة الأكل، وبيزود فتحة في الحزام والحاجات دي. بعدين أهل حبيبته بيعينوا مخبر علشان يدور عليه في الوقت اللي كريس عايش فيه أحلى أوقاته مع أي حد بيقابله على
يقضي وقت من رحلته معاها، وبالفعل بيعيشوا سوا لفترة لحد ما بيقولها كريس إنه لازم يكمل رحلته الطويلة. وبيفضل كريس ماشي مع النهر علشان يوصل لألاسكا بطريقة غير شرعية، وفي الفترة دي بيعبر كريس عن الخوف اللي جواه من خلال كتاباته. وبيقابل برضه راجل كبير اسمه مستر فرانس، وبيتعرف عليه وبياخده